الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. ونحن الليلة بفضل الله وحوله وقوته بعد أن التقينا مع 20 درس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعايشنا بقلوبنا مع 20 من أصحاب الحبيب الذين تربوا بين يديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان من الواجب علينا أن نلتقي مع زوجات النبي أمهات المؤمنين. فنبدأ من الليلة إن شاء الله جل وعلا مع 10 لقاءات، 10 دروس مع أمهات المؤمنين، ونلتقي الليلة مع أول كوكبة من كواكب المجموعة النبوية. هنلتقي الليلة مع رمز الطهر والعفاف والتقى، مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها فملأ أرجاء الكون كله بعبير الإيمان والتضحية والبذل والعطاء والفداء. إنها أول من آمنت بالله من النساء، وإنها أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من رزق منها الأولاد، وأول من بشرها النبي بالجنة من أزواجه، وأول من أقرأها ربها السلام، وأول صديقة من المؤمنات، وأول زوجات النبي وفاة، بل وأول قمر نزل فيه النبي الكريم بمكة، بل هي التي آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها حين بخل الناس، ورزقه الله عز وجل منها الولد. إنها العاقلة اللبيبة المصونة الكريمة التي كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، فكيف بها في ظل الإسلام؟ نحن الليلة على موعد مع أمنا الغالية الحبيبة الوفية البارة التقية العاقلة، مع أمنا خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين في زمانها رضي الله عنها وأرضاها. وسبحان الله، شوفوا مسألة الاصطفاء شيء عجيب جدا، عشان تعلموا أن المرأة لم تجد بل ولن تجد مكانتها وعزتها وكرامتها إلا في ظل هذا الدين العظيم، حتى لا يأتي مستشرق ويقول إن المرأة قد ظلمت وإنها لم تأخذ حقها وإنها مظلومة في ظل هذا الدين، بل إن المرأة لم تجد كرامتها ومكانتها وعزتها ووجودها إلا في ظل دين الله عز وجل. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع رمز الطهر والعفاف، مع أمنا الغالية خديجة رضي الله عنها وارضاها. وقبل أن نلتقي مع أمنا خديجة، تعالوا نشوف مسألة الاصطفاء كيف تتم. الله عز وجل اصطفى الإنسان من بين سائر المخلوقات، يقول جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ثم اصطفى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأمم، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واصطفى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أفراد الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم اصطفى الله عز وجل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تأمل معي. ثم اصطفى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وجعل خديجة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. لذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي ماذا قال؟ قال: خير نسائها مريم، أي في زمانها، وخير نسائها خديجة، أي في زماننا هذا، رضي الله عنها وارضاها. ولذلك جاء في رواية الترمذي وأحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين، يعني يكفيك من نساء العالمين 4: مريم وخديجة وفاطمة وآسيا امرأة فرعون رضي الله عنهن. تعالوا نبدأ أول لقاء مع أول أم من أمهاتنا، مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. أمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية. لذلك يا جماعة سبحان الله، شوفوا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس غالي قوي. سمى بنته إيه؟ فاطمة، على اسم حماته. سبحان الله. وتيجي ثمرة الوفاء إن كل ذرية النبي إلى يوم القيامة كلهم من ذرية فاطمة. يعني سبحان الله،
يا ترى حد فينا ممكن لا سمح الله يسمي بنته على اسم حماته؟ ربنا يبارك فيكم. يعني سبحان الله كان زمان ما كانش فيه المشاكل اللي احنا بنسمعها دلوقتي يا جماعه. يعني كان فعلا كان كل الصحابه بيحبوا حماتهم. دلوقتي يعني المسائل اتغيرت في عصرنا هذا، وطلعوا فيلم حماتي قنبله ذريه والكلام اللي بيحصل ده. يعني نسال الله العافيه والعافيه. ولدت امتى السيده خديجه رضي الله عنها؟ ولدت امنا خديجه في مكه قبل عام الفيل ب15 سنه تقريبا. والنبي عليه السلام كما تعلمون اتولد امتى؟ في عام الفيل. بل هناك روايه صحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتولد في يوم الفيل. في يوم الفيل. يبقى امنا خديجه اسن من النبي ب15 سنه، صح كده؟ طيب خديجه رضي الله عنها وارضاها اتجوزت قبل النبي قبل كده؟ اتجوزت مرتين. اتجوزت مين؟ اتجوزت او تزوجها ابو هاله ابن زراره التميمي. وكانت الحقيقه هي بتسعى بكل ما اوتيت رضي الله عنها وارضاها. كان الوفاء عندها يعني سمه غريبه جدا. سعت بان هي تخليه سيدا في قومه، لكنه مات فقطع الموت عليها تلك الامنيه. مات زوجها بعد ان انجبت منه ابنه اسمها هند بنت ابي هاله ابن زراره التميمي. بعدها بفتره يا جماعه اتقدم لها واحد تاني من اشراف قريش، وهو عتيق ابن عابد ابن عبد الله المخزومي. اتجوزها. الجواز ده لم يدم طويلا، يعني قعدت معه فترة يسيرة جدا، ثم بعد ذلك حصل الانفصال بينها وبين هذا الرجل، فظلت بلا زواج. يتقدم لها أشراف القوم، وأمنا خديجة أعرضت عن الزواج، وقعدت أمنا خديجة 3 سنوات بغير زواج، من سن 37 لسن 40، مع أنها كان يتقدم لها أشراف القوم، فكانت ترفض رضي الله عنها وأرضاها. والحقيقة لما نيجي نبص في شخصية أمنا خديجة هتلاقوا نوعية نادرة جدا من النساء. أمنا خديجة يا جماعة احنا ممكن نلاقي في دنيانا اللي احنا عايشين فيها ديت، ممكن نلاقي امرأة جميلة جدا لكن مش ذكية، او امرأة ذكية بس مش جميلة، او جميلة وذكية بس متكبرة جدا. امنا خديجة بقى شوفوا جمعت اوصاف وصفات عجيبة. كانت جميلة جدا وغنية وذكية ومتواضعة وصاحبة فطرة نقية، وعندها حسن تبعل لزوجها، وعندها صبر على البلاء، وكانت في غاية الوفاء. فهذه التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجا له. ولذلك سبحان الله اسمها في الجاهلية زي ما قلنا في أول الدرس إيه؟ كان اسمها الطاهرة. فشوفوا بقى، عايز نركز بس في الحتة دي. شوفوا البيت الذي يجمع الطاهرة مع الصدق والأمانة. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه في الجاهلية إيه؟ كانوا إذا سئلوا عن النبي قالوا هو الصادق الأمين. شوف بقى الصدق والأمانة والطهر لما يجتمعوا في بيت واحد لازم يطلعوا فاطمة، وفاطمة من نسلها الحسن والحسين. هي لازم تيجي كده، هي يعني هي التركيبة كده مظبوطة، طهر وصدق وأمانة تطلع فاطمة، فاطمة تطلع الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. تعالوا نشوف بيوتنا النهاردة يا جماعة. بيوتنا النهاردة لأن أغلبها ما بقتش على أساس الدين، والانتقاء والاختيار ما كانش على أساس الدين. المشاكل كترت ونسبة الطلاق كترت والكلام ده كله لسبب لأن الزوج والزوجة زي ما بيقولوا كده مش على موجة واحدة. يعني في بداية العهد المكي كان أغلب اللي أسلموا مع النبي عليه السلام أسرة فلان أسلمت، زوج وزوجة وأولاد. أسرة فلان أسلمت ليه؟ الزوج والزوجة على موجة واحدة، الاثنين في تفاهم وفي مودة وما بينهم غريبة الشكل. ولما جه الدين زكى تلك المودة والمحبة، فانتشرت المودة في أرجاء البيت. عاش الزوج والزوجة على محبة وعلى مودة وعلى حب وعلى حنان. وزكى ذلك الشرع، شرع الله عز وجل حينما جاء فأمر الزوج أن يحسن إلى زوجته، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله. يبقى البيت كله يشع بالحب والحنان والرحمة والمودة كما أخبر بذلك الحق جل وعلا. فالمهم النهارده احنا بننصح كل اخت، بنقول يا اخت ربنا يحفظك، احنا بنقدم لك النهارده قدوه امك خديجه رضي الله عنها وارضاها. بنقدم لك قدوه ممثله في زوجات النبي امهات المؤمنين. بنقول لك هم دول امهاتك اللي انت لازم تقتدي وتتاسي بهن رضي الله عنهن جميعا. فمش لازم يبقى الزوج جميل، يعني انت لما تعوز تنتقي زوج مش لازم يبقى الزوج جميل ما شاء الله وعنده عضلات وترابيس ومجانس وفلوس وكده، يعني مش لازم. وبرضه بنقول نفس الكلام للشاب، مش لازم الأخت برضه تكون ملفوفة القوام عريضة المنكبين مشرئبة الفلنكات، يعني مش لازم المواصفات الصعبة دي. لا، شوف خذ الوصية بقى من النبي، دي نصيحة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام بينصحك بإيه وينصح الأخت بإيه. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم النبي عليه السلام بيقول إيه؟ تنكح المرأة لأربع. يعني إيه تنكح لأربع؟ يعني لازم يبقى فيها الصفات الأربعة دول؟ لا طبعا. أمال إيه المطلوب النبي عليه السلام بيخبر ان في الغالب المرأة لا تنكح الا بسبب حاجة من الاربعة دولت. اما ان ممكن يكون فيها سببين او حاجتين او 3 أو 4، او يكون فيها صفة واحدة، لكن بيقول في الغالب ما بتخرجش عن الصفات الاربعة دول. تنكح المرأة الاربعة لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، حاجة من الاربعة دولت. نعمل ايه يا رسول الله؟ شوف الوصية بقى، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعدين في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يقدم النصيحة لمين؟ للزوجة ولأهلها.
حديث عند الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. وقدم الخلق على الدين. ما ممكن واحد يبقى ما شاء الله خاتم القرآن والبخاري ومسلم والكتب التسعة والمتون، ورغم ذلك أخلاقياته وحش. وحبيبك صلى الله عليه وسلم وضح إن كمال إيمان العبد بيقاس بالأخلاق. يقول: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. يبقى إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل إيه؟ فزوجوه. والفأل التعقيب والسرعة الحقوا وامسكوا فيه، لأن اللي زي دوت هيبقى نادر جدا في آخر الزمان. فزوجوا إلا تفعلوا، لو ما عملتوش كده تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك سبحان الله تلاقوا السلف الصالح يا جماعة، يعني لما نرجع لقصص الزواج في السلف الصالح تشوفوا فعلا قد إيه الناس دي كانوا في غاية البساطة. التعقيد اللي احنا عايشين فيه ده ما كانش موجود قبل كده. الحاجات اللي احنا الروتينية اللي احنا ماشيين فيها بزواجنا ده، والله هو اللي عقد الأمور، وهو ده اللي خلى دايرة الحرام تتسع ودايرة الحلال تضيق. تعالوا شوف كانوا بيتجوزوا ازاي. قصة أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في قصة زواج شرحبيل بن حسن اللي هو القاضي المعروف، اللي هو شريح القاضي. قابل الإمام الشعبي في يوم من الأيام، فالإمام الشعبي بيقول له: كيف حالك يا شريح؟ قال: بخير حال. قال: وكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال: والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، والله لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فالشعبي أول ما سمع الكلام ده قال: معقولة في حد ما يشتكيش من زوجته كل يوم 20 مرة؟ أنت بتقول لي 20 سنة ما اشتكيتش غير مرة واحدة؟ قال له: أقول لك إيه السبب. قال: يا شعبي والله إني منذ دخلت على زوجتي ليلة الدخلة يعني، قال: وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا. يعمل إيه أمام الحسن النادر والجمال الباهر؟ يقوم عياذا بالله يجيب كاسين خمر يشربهم؟ أبدا. قال: فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله. أدي القلوب اللي بتعرف تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فقلت أقوم وأصلي ركعتين إيه؟ شكرا لله. قال: فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام. يا سلام، عارف السنة جاية من بيت أبوها متوضية فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، استنى على رزقك، اصبر. ثم قامت وقالت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وبين لي ما تكره فأتركه. أبا أمية، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي. أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا، فافعل ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بالله عليك يا إخوة، في حد سمع الكلام ده ليلة الدخلة؟ والله ولا أنا. سبحان الله. فالمهم فقال: فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة، فقمت وقلت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت: فما تحب من زيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. يعني معناه إيه الكلام ده؟ يعني معناها لما يزوروا يخفوا عشان ما ملش منهم يعني. تمام. قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها: قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. ثم قال: فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، والله لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال له الشعبي رحمه الله: يا لها من عيشة هانية. وصدق من قال: رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها، وهي العمر كافية. أجل والله. بل تأمل معي أيضا، أو تأملي معي أيضا قصة زواج ابنة هذا العالم الجليل من أئمة التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. والقصة أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. سعيد بن المسيب كان عنده حلقة، وكان عنده تلاميذ بيحضروا كل يوم بيدرسوا على أيديهم. فالمهم كان عنده تلميذ نجيب اسمه كثير ابن أبي وداع. كثير ابن أبي وداع غاب كثير ابن أبي وداع يا جماعة حوالي 4-5 أيام عن مجلس سعيد بن المسيب. قابله سعيد بن المسيب في الشارع: أين كنت يا كثير؟ قال: ماتت زوجتي، فكنت أدفنه يعني، وكنت يعني حزين عليه.
قال فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني اتجوزت واحدة تانية؟ قال من يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن المسيب. ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين أو 3. تمام. فقال له سعيد بن المسيب، وسبحان الله سعيد بن المسيب بنته كان مين عايز يا جماعة؟ لكم أن تتخيلوا عبد الملك ابن مروان اللي هو أمير المؤمنين في هذا الوقت كان عايز يجوز بنت سعيد بن المسيب لابنه الوليد اللي هو ايه؟ وليد بن عبد الملك اللي هو هيبقى أمير المؤمنين بعد كده. فرفض، بعت له تاني رفض، وسط ناس رفض. في الآخر خدوا القصر عنده وجلدوا 100 جلدة، بس في قضية تانية ملاش دعوة بالموضوع ده، بس هو يعني ايه حب يعني يعاقبه في الحتة دي. تمام. جلدوا 100 جلدة، ورغم ذلك سعيد بن المسيب رفض ان بنته تبقى زوجة امير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة. يجوزها لمين يا جماعة؟ لطالب علم فقير. ولذلك اهل العلم يقولون ان العلم افضل من المال، كما قال علي بن ابي طالب قال العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. ولم يفضل اي انسان على اي حد على وجه الارض الا بالعلم. ولذلك سبحان الله يعني لو ترجعوا للذاكرة لورا، احنا كلنا عارفين الامام البخاري والامام مسلم والامام سفيان الثوري وفلان وفلان وفلان. حد فينا يا جماعة يعلم واحدا من اصحاب الاموال اللي كانوا عايشين في عهد الامام البخاري؟ طبعا ما نعرفوش. حد عارف اهل المال او الثراء اللي كانوا عايشين في عهد الامام مالك؟ برضه ما نعرفوش. انما عرفنا الائمة دول ليه؟ لان المال لا يخلد ذكر صاحبه، وانما العلم هو الذي يخلد ذكر صاحبه بفضل الله عز وجل. فالمهم فسعيد بن المسيب راح مجوزها لمين؟ لطالب علم فقير اللي هو كثير بن ابي وداع. فلما قابله قال له جوزت تاني ولسه؟ قال له والله ما هجوزها ازاي وانا لا املك من الدنيا الا درهمين او 3. قال ان فعلت تفعل. فسبحان الله فاستغرب كثير، قال او تفعل يا ابا محمد؟ انت ممكن تجوزني على الدرهمين او 3؟ قال افعل والله. فقام سعيد بن المسيب وقال احمد الله واستعين واستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فلقد زوجتك ابنتي على درهمين أو 3. يا سلام. فكثير ابن أبي وداع مش مصدق بقى، ده جوازة ببلاش كده تعتبر، فبقى مش مصدق نفسه. فكان يومها صايم، جري على البيت يا جماعة لحد ما وصل هناك لقى المغرب بيدن. أول ما لقى سمع أذان المغرب عجل الإفطار بسرعة كده قبل الإقامة عشان يأكل لقمة خفيفة ويروح على المسجد. كان الإفطار إيه؟ كان خبزا وزيتا، خبزا وإيه؟ وزيتا. فجأة سمع الباب بيخبط، يا ترى مين؟ فقال قلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، عمره ما راح أي مكان من البيت للمسجد. لذلك هو سعيد بن المسيب نفسه كان بيقول والله لقد صليت خلف الإمام 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. يا سلام. شوف، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول من صلى لله 40 مش سنة يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. فسبحان الله قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب. فقلت يرحمك الله يا أبا محمد هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ قالوا لا، مثلك أحق أن يؤتى، أنت اللي زيك اللي لازم نروح له. فقال له سعيد بن المسيب يا كثير لقد فكرت في أمرك فعلمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة، فأخذ ابنته من وراء ظهري ووضعها في الدار ثم أغلق الباب. يا سلام. لا قال له بقى القايمة بقى ولا المؤخر ولا هنعمل ايه ولا الفرح هيبقى في الهيلتون ولا في الشيراتون ولا مش عارف ايه، الكلام ده كله ما كانش موجود عندهم ابدا. ده خد بنته من وراء ظهره وحطها له في الدار وقفل الباب. البنت اول ما دخلت فاستغربت، راجل راحت اغمى عليه. سبحان الله، يعني رحمة الله على الحياة. فهي اول ما شافت راجل اغمى عليها لوحدها مرمية في الارض. طبعا كانت فرصة كبيرة. ليه؟ كثير بيقول الحمد لله انها ما شافتش الفطار بتاعي، كان خبز وزيت، كانت هتتصدم في ليلة الدخلة، خبز وزيت في ليلة الدخلة، امال بعد كده هياكلوا ايه؟ كرتون. فالمهم يعني فخد الخبز والزيت راح مداريهم ورا النار، وقام طالع فوق السطح عشان ينادي على واحد من جيرانه عشان يستلف منه شوية فلوس كده يستعين بيهم على حياته مع هذه الفتاة. مين سمعت صوته؟ امه، ام كثير. ماذا بك يا كثير؟ قال لا ده انا عايز اقترض بس قرشين من جاري علشان بس اقدر ان انا اعيش مع زوجتي. هو انت اتجوزت؟ قال لا. قالت له وجهي من وجهك حرام، وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل 3. استنى كده لما زينها واظبطها لك واجيبها لك بقى عروسه كده متظبطه. خدتها قعدت بقى تظبط فيها ما شاء الله واحمر وابيض وازرق ومش عارف ودوكو. المهم ظبطتها الحمد لله بقت تمام، وراحت مدخلها على مين؟ على كثير بن ابي وداع. قال فاذا هي من اجمل النساء. يا سلام. واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة، فلما أصبح الصباح قلت لها أريد أن أذهب إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب لأتعلم العلم. قالت لا، بل اجلس وأنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. يا سبحان الله، فين الزوجات اللي بالمنظر ده؟ يعني علم الله سبحانه وتعالى لو في 3 بالمنظر ده كان الواحد يعني كمل الكتيبة والله. فالمهم سبحان الله غاب شهر كامل يتعلم على يدي زوجته، وبعد كده قام رايح فين؟ رايح مجلس أبيها اللي هو سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. فأول ما راح كان لسه الجلسة قاعدة كده والناس قاعدين، خلص المجلس وطلاب العلم يعني انصرفوا، ثم اقترب سعيد بن المسيب من كثير النبي ودعا وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قال قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فقال له فخذ هذه 20,000 درهم واستعن بها على عيشك مع ابنتي. يا سلام، مين يعمل كده يا جماعة في اليومين دول؟ سبحان الله، شوف الراجل بيدفع فلوس للزوج، مش بيطلب منه ولا يشترط عليه. فعايزين نيسر العفاف لشباب المسلمين والفتاة المسلمين علشان ربنا يكرمنا، المجتمع كله يبقى طاهر. عايزين بلادنا دي أحسن بلاد يا جماعة، عايزين الطهر والعفاف ينتشر في بلادنا بدلا من الحرام. يبقى أول فايدة نستفيدها من زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة إن إحنا لما نختار يا جماعة نختار على أساس الدين. شوف هي كان اللقب بتاعها في الجاهلية إيه؟ الطاهرة. شوف قد إيه. فيا شباب يا اللي تعلقت قلوبكم بالبنات، ويا أخواتي يا اللي تعلقت قلوبكم بالشباب، لا بنقول عايزين إن إحنا نعيش حياة الطهر، عايزين ناخد النهاردة الطهر ونقتدي بأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، ونتعلم منها الطهر والعفاف رضي الله عنها وارضاها. طيب تعالوا نبدأ بقى القصة من أولها بقى، نشوف إزاي تمت زواج أمنا خديجة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا يا جماعة من شوية، قلنا ان أمنا خديجة قعدت 3 سنوات بغير زواج، من سن 37 لسن 40. فالمهم يقال، وإن كنت لم أقف على صحة الخبر وده للأمانة العلمية اللي اتفقنا عليها، يقال ان أمنا خديجة رأت رؤيا كأن الشمس هبطت من سماء مكة واستقرت الشمس في دارها، فلما أخبرت ابن عمها ورقة بن نوفل بتلك الرؤيا قال لها لو صدقت الرؤيا ليدخلن نور النبوة دارك. يا سلام، شو سبحان الله. تيجي بقى تمر الأيام، طبعا احنا عارفين أمنا خديجة كانت تاجرة، كان عندها فلوس كتير ما شاء الله بتتاجر بيها، وكانت تضارب الرجال بهذا المال، يعني يطلع في التجارة بتاعتها مقابل مبلغ معين تجعله له ايه في هذه التجارة. المهم فضلت بقى هي بتسمع عن أمانة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، حبت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه ان هو يخرج في تجارتها وتعطيه أفضل ما تعطي هؤلاء التجار. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مع غلام لأمنا خديجة اسمه ميسرة ده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما خرج في الرحلة دي يا جماعة شاف العجاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقال، وإن كان الحديث حقيقة للأمانة العلمية أيضا رواه ابن سعد بإسناد ضعيف، يقال إن هو وهو ماشي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة. لما وصلوا إلى بلاد الشام نزل في ظل شجرة قريبة من صومعة واحد من الرهبان، راهب من الرهبان. أول ما الراهب ده شاف المنظر ده راح مكلم ميسرة، قال له من هذا الرجل الذي نزل تحت تلك الشجرة؟ فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، يعني ما فيش حد نزل وجلس تحت الشجرة دي إلا واحد من الأنبياء. فكأن ميسرة سمع الكلمة دي عرف إيه؟ عرف إن النبي عليه السلام هيكون نبي آخر الزمان صلوات ربه وسلامه عليه. المهم النبي عليه السلام ميسرة بقى طبعا عمال يراقب تصرفاته. النبي هو بيبيع للناس ما شاء الله مبتسم في وش الناس، في سماحة عجيبة جدا، في بركة، في أمانة، في صدق، في تعامل يعني واضح جدا. فميسرة رأى العجب، كان بيشوف أحوال تانية من التجار التانيين، يلاقي أعزك الله الكذب، يلاقي ما فيش أمانة، يلاقي غش، يلاقي حاجات كده. فشاف العكس تماما من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبي عليه السلام باع واشترى وخلص تمام، وأراد ان هو يجزل العطاء لأمنا خديجة. يعمل ايه؟ راح هناك باع التجارة اللي كانت في مكة باعها في الشام، وهو راجع بدل ما يرجع بالفلوس لا راح اشترى كمان تجارة من الشام عشان يبيعها في مكة. يبقى كده الربح كم مرة؟ مرتين، مرة في الرايح ومرة في الجاي. وهو راجع طول ما هو ماشي في السكة يا جماعة والشمس حامية، ميسرة يبص فيلاقي ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، فتعجب. المهم أول ما رجع ودخل على أمنا خديجة إيه الحالة يا ميسرة؟ قال لها ده رجل مبارك وحصل معاه كذا وكذا وأمانة وصدق ووفاء وبسمة وأسلوب رحيم وقعد يكلمها بقى عن مسألة نزوله تحت الشجرة، والراجل قال إن هو نبي، ومسألة إن الملائكة اللي كانت تظله. فشاف الأشياء دي كلها وأخبر بها أمنا خديجة. طبعا أمنا خديجة امرأة عاقلة لبيبة، فيعني قعدت تفكر بقى في الرؤيا التي رأتها من قبل.
ربطت يا جماعة بين الرؤية ديت وبين القرائن التي أو الأدلة التي ذكرها لها ميسرة، فأحست بشوق عجيب إلى أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة في غمرة حيرة كده واضطراب ومش عارفة تعمل إيه، هتروح تعرض نفسها إزاي عليه. فجأة دخلت عليها صديقة ليها اسمها نفيسة بنت منبه. أول ما دخلت إيه مالك؟ والله أنا الوضع كذا وكذا وكذا، وحكت لها كل حاجة. فنفيسة بنت منبه قعدت بقى يعني تطيب خاطرها، قالت لها انت يعني شايل هم ايه؟ ده انت الحسيبة النسيبة ذات النسب والجمال والمال، وكل واحد في الدنيا يتمناكي، وهو لو علم ذلك ان شاء الله سيشرف بهذه الزيجة. وقعدت ايه بفضل الله ترغبها في هذا الامر، لحد ما ايه قامت نفيسة رضي الله عنها وارضاها انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت تكلمه عن امنا خديجة. فقالت له يا محمد. قالت له يا محمد ليه؟ لان كان الكلام ده قبل البعث، كان لسه النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه الوحي. فقالت له يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ مش عايز تتجوز ليه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به، أنا ما حلتش حاجة أتجوز. فقالت له فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف فهل تجيب؟ يعني لو ما قلنا لك كده مش هنكلفك أي حاجة تتجوز؟ فقال أجل. فمن هي؟ فقالت خديجة بنت خويلد. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن وافقت فقد قبلت. هو عارف طبعا أنها ست أخلاقها عالية جدا، وده يعني برضو درس حلو أوي لأخواتنا. كل لما البنت أو الأخت بتكون سيرتها طيبة بين الناس بيبقى مسألة زواجها ميسرة جدا، غير لما تكون إنسانة يعني لها ماضي فعياذا بالله زواجها بيبقى معسر. إنما كل لما الإنسان تكون على استقامة وطاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حياء وخلق، بفضل الله سيرتها بتخلي أي إنسان في الدنيا يرغب في إن هو يتزوجها. فالمهم انطلقت نفيسة إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها، وقالت لها بخبر موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منه. وحبيبك صلى الله عليه وسلم في ساعتها طلع على مين؟ على أعمامه، وأخبرهم أنه عايز يتزوج من خديجة. ثم ذهبوا إلى عمها عمرو بن أسد وخطبوا إليه ابنة أخي خديجة وساقوا إليها الصداق. وقام في هذا المجلس اللطيف قام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة عصماء، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وارضاها. ولما طبعا تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء، وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب، كله بقى جاي يهني بقى خديجة بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا درس حلو قوي. ايه هو عيب يا جماعة ان الواحدة تعرض نفسها على رجل صالح؟ طبعا مش عيب، بس تعرض بأسلوب فيه حياء. بمعنى ندي مثال بسيط بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث عند البخاري ان سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت ابنته حفصة رضي الله عنها وارضاها فذهب فعرضها على أبي بكر، فسكت أبو بكر ولم يرد عليه، فذهب وعرضها على عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه وارضاه قد بدا لي اليوم ألا أتزوج. يعني عرض في الكلام كده ومش عايز يحرجه، يعني قال له أنا مش عايز، شايف إن أنا النهارده مش عايز أتجوز. المهم تمر الأيام وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلب حفصة ويتزوجها. يوم يجي سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر وقال له يا عمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك. بيقول له يعني أنا حاسس كده إن أنت زعلت مني لما عرضت علي بنتك حفصة وأنا ما ردتش عليك. قال له أيوة وجدت عليك. شوف الصراحة اللي كانت ما بينهم عاملة إزاي. فقال له أبو بكر أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فوالله لو تركها رسول الله لتزوجتها أنا وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث تاني جميل جدا يوضح لنا مسألة تيسير الزواج وإن المرأة ممكن تعرض نفسها. حديث في البخاري أيضا عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فسكت النبي مش عايز يتجوزها. فقام واحد من الصحابة وقال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها جوزانا أنا مش لاقي. فقال له صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، هتقعد عريان؟ التمس شيئا آخر. فذهب الصحابة ورجع مرة تانية فقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، أي حاجة. فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. لو واحد غير النبي كان قال له ايه؟ اظن بقى اللي معوش ما يلزموش، يعني اذا كنت مش لاقي لك خاتم من حديد امال هتاكلها ايه بعد كده؟ فقال له صلى الله عليه وسلم امعك شيء من القرآن؟ حافظ حاجة من القرآن؟ فقال اجل معي سورة كذا وكذا من صور يسميها. فقال له وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القرآن يا جماعة. فقال له صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نشوف الدرس الجميل من الجزء ده يا جماعة. أمنا خديجة
اللي هي الحسيبة النسيبة الغنية الجميلة، لما حبت ان هي تنقي زوج، لما حبت تتجوز، هل اختارت الصفات الجميلة ولا اختارت المال والغنى والجمال؟ ابدا، ما اختارتش غير الصفات الجميلة، اختارت الصادق الامين. لا بصت لمال النبي ولا لغنى النبي ولا لجمال ولا اي حاجة، ما نظرتش الا لصفاته الجميلة، وهي يعني اللي سعت للزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن باسلوب كله حياء رضي الله عنها وارضاها. والحقيقة بعض الكتاب لما بيقول اللي خلى أمنا خديجة رغبت في أنها تتزوج من النبي عليه السلام إن هو ما شاء الله كان عنده قدرة عالية جدا على حسن البيع والشراء والصدق والأمانة، لكن مش هو ده السبب، لا، هي كانت بتبحث عن الرجولة الكاملة بكل ما فيها من مروءة وخلق وفتوة وإيثار وكرم، وكل هذه الأشياء وجدتها مجتمعة في النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه النبي عليه السلام لو كانت أمنا خديجة تمتلك كل كنوز الدنيا ما كانش هيفكر في يجوز أمنا خديجة إلا لما لقى فيها هذه الصفات الجميلة من رجاحة العقل، من كياسة العقل، من النبل، من الأخلاق، من عراقة المنبت، من حميد الفعال والخصال، من وفائها. يعني لما شاف الخصال الجميلة اللي فيها ديت، هي دي اللي رغبته في ان هو يتزوجها. ولذلك سبحان الله استمر الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا خديجة. هو النبي لما اتجوزها كان عنده كام سنة يا جماعة؟ 25 سنة. أمنا خديجة كان عندها كام سنة؟ 40 سنة. كانت أسن من النبي ب15 سنة، واستمر الجواز ما بينهم 25 سنة، منهم 15 سنة قبل البعثة ومنهم 10 سنوات بعد البعثة رضي الله عنها وأرضاها. الحقيقة أغلب الكتب، ودي وقفة مهمة جدا يا جماعة، لأن بعض الناس ممكن يقولوا يعني السيرة بتاعت أمنا خديجة ما كانت يعني ما فيهاش معلومات كتيرة. الحقيقة أغلب كتب السير لم تذكر في أي شيء من 15 سنة اللي كانت قبل البعثة، ما ذكرتش أي شيء عن أمنا خديجة. يعني من ساعة ما النبي جوزها لحد ما نزل عليه الوحي، كل الفترة دي من الناحية التاريخية منقطعة، ما فيش أي كلام ذكر عن أمنا خديجة. لكن بدأ ذكر حياة أمنا خديجة منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي كانت في الفترة دي طبعا مشغولة يعني بتربية أولاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن كانت بتشوف الحقيقة حاجات حتى قبل البعثة تدل على أن النبي هو هيكون النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه الأشياء يا جماعة وقعة جميلة جدا. تعرفين لما كفار قريش اختلفوا لما جم يجددوا بناء الكعبة، فاختلفوا في من يضع الحجر الأسود، مين يحط الحجر الأسود، كادوا أن يقتتلون خلاص، لدرجة أنهم غمسوا ايديهم في الدم، وقال كل قبيلة هنقوم تقتل في الثانية عشان يشوفوا مين اللي يحط ايه الحجر الأسود. حد ما جه واحد منهم عاقل قال لهم ليه طب يعني ونفضل نقتل في بعض ليه؟ طب ما نستنى أول واحد يدخل من الحرم هو ده اللي يحكم ما بيننا. قالوا خلاص. بيبصوا مين اللي دخل، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل قالوا بس الصادق الأمين. فدخل النبي حكوا له المشكلة، فأمر إن هم يجيبوا رداء. شوف النبي عليه السلام ويعني رجاحة العقل عنده يعني عالية إزاي، صلوات ربي وسلامه عليه. راح قال لهم بس هاتوا رداء، جابوا رداء، حطوا الحجر فيه. قال كل رئيس قبيلة يمسك من طرف الرداء، مسكوا كلهم، يبقى كده كل القبائل نالت شرف نقل الحجر الأسود. وقام النبي عليه السلام أول ما قربوا من المكان شال الحجر بنفسه ووضعه في هذا المكان، ففض النزاع بين القبائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيضا في أمر تاني حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام اللي هو عمته تبقى خديجة بنت خويلد. حكيم بن حزام ده كان العلاقة بينه وبين النبي عالية جدا، وكان بيحب النبي حب عجيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يبادله الحب. لكن المشكلة إنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام تأخر إسلامه أكثر من 20 سنة، أسلم في عام الفتح، وكل الناس الحقيقة كانت مستغربة لهذا الأمر. حكيم بن حزام ده في يوم من الأيام وفي سوق عقاذ اشترى يعني عبدا رقيقا صغيرا اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. فلما اشتراه رجع راح مقدمه هدية لمين؟ لخديجة بنت خويلد. لما النبي اتجوز خديجة بنت خويلد، أمنا خديجة قعدت تبص للنبي كده، فلقيته عمال بيبص لزيد بن حارثة بحب كده، يعني بالبلد كده ايه، يعني قلبه رايح لزيد بن حارثة. فقالت أتحبه يا محمد؟ كان لسه ما لم يبعث. فقال أجل. فقالت فهو هدية لك. فراحت مقدماه هدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده درس برضه كل أخت، لما زوجك يكون حابب حاجة ونفسه فيها، ايه المشكلة ان انت تقدمها له هدية؟ ده بيوطد مسألة المحبة والألفة بين الزوج والزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده يا جماعة، قال تهادوا تحابوا. ولذلك دي نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة. أشياء جميلة جدا يا جماعة، والله ما بتكلفنا أي حاجة. لو جيت من بره ورب الكعبة الزوجة أي حاجة بترضيها، والله أي حاجة بترضيها. لو أنت جاي من بره والله لو جبت لها وردة صغيرة كده وقدمت لها هدية، يا سلام، تلاقي صدرها كده ينشرح وفرحانة وسعيدة. هو برضه لو جاي من بره وانت مقدمه له اي حاجة ولو وردة برضه تقول له ده انا بعت مخصوص عشان اجيبها لك، يا سلام، ليها وقع على النفس. وان كانت اشياء بسيطة لكن الحقيقة بتفوتنا احنا كمسلمين. لا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ازاي. امنا خديجة مجرد ما عينه وقعت على زيد بن حارثة
بتحبه يا رسول؟ بحبه. خلاص هو هدية، صلوات ربي وسلامه عليه. المهم في يوم من الأيام جاءت مرضعة النبي اللي هي مين يا جماعة؟ حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. يعني حليمة السعدية طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكن لها يعني حب عجيب جدا رضي الله عنها وارضاها. فجت في يوم من الأيام تزور ابنها وحبيبها صلوات ربي وسلامه عليه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافها يا سلام، كل الذكريات بقى اللي ذكريات الطفولة بقى. وانتم عارفين طبعا أجمل فترة الحقيقة في حياة أي إنسان في الدنيا ذكريات الطفولة. يعني الحقيقة والله ودي أمانة، يعني أنا ممكن أنسى زمايلي اللي في إعدادي مش فاكرهم، اللي في ثانوي، اللي في كلية، إنما زمايلي ابتدائي دولت ورب الكعبة حافظهم لحد النهاردة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 45 واحد يعني كلهم حافظهم بفضل لحد الآن، ما يتنسوش أبدا. مرحلة الطفولة دي عجيبة جدا سبحان الله. فالمهم فالنبي عليه أول ما شاف أمنا حليمة، لما شاف حليمة السعدية رضي الله عنها وارضاها، كل ذكريات الطفولة بقى في بادية بني سعد. قعد يفتكر بقى لما كان بيلعب مع أولادها، ولما كان يروح مش عارف فين، وحادثة شق الصدر، كل دي جاءت في ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل على حليمة وهو ينادي عليها يقول لها أمي أمي، وفرحان جدا صلوات ربي وسلامه عليه. وده وفاء عجيب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم راح فرش لها الرداء، وجلست حليمة السعدية على هذا الرداء. طبعا مين داخله بقى ساعتها؟ أول ما دخلت خديجة شافت بقى يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحتفي هذه المرأة. مين دي؟ حليمة السعدية. طبعا ياما حكى لأمنا خديجة بقى عن ذكرياته مع إيه؟ مع حليمة السعدية. فأول ما جت طبعا فأرادت إن هي تكرمها، قعدت تذكر له بقى إن حصل بقى القحط والجدب في بادية بني سعد، والعيشة ضاقت علينا ومش لاقيين ناكل فقعدت تحكي لابنها بقى صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم تقوم أمنا خديجة تعمل إيه؟ شوف الزوجة بقى، شوف يعني يا ريت يا أختي تعلمي سبحان الله. ممكن حد من حبايب زوجك يكون مزنوق وانت تفرجي كربه كأنك تقربت بذلك إلى زوجك، والأمر قبل كل شيء بتعمليه لله سبحانه وتعالى. فأمنا خديجة أول ما سمعت إن حصل جدب وقحط في بيت أو في ديار هذه المرأة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها إلا في ساعتها يا جماعة راحت مطلعة 40 غنم، وطلعت لها بعير وحملته بالزاد والطعام والمتاع، وقامت مديها لحليمة السعدية وقالت لها سيري بها على بركة الله. يا سلام، أدي المحبة، مش مجرد بقى كلام كلمتين وخلاص. المهم تمر الأيام وتيجي لحظة سعيدة قوي أدخلت الفرحة على قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما بقول أدخلت الفرحة على قلب النبي، بقول لكل أخت النهاردة مش محجبة، والله لو اتحجبت الليلة دي إن شاء الله يوم القيامة لما تلقي النبي على الحوض هتدخلي الفرحة على قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج ويرجع، راجع في يوم من الأيام لقى أمنا خديجة يعني مبتسمة كده وعلى وشها كده علامات السعادة، فبيسألها فبشرته ببشرى عظيمة كان يتمناها النبي الذي عاش مرارة اليتم صلى الله عليه وسلم، بشرته بأن حامل. يا سلام. وطبعا انتم عارفين اللي متزوج بالذات فرحة أول ولد يعني فرحة لا تعدلها فرحة. يا سلام، فرحة عظيمة جدا لما الواحد يبشر كده بأول ولد. يعني يمكن الثاني الفرحة بتقل شوية، الثالث يعني سبحان الله، لكن فرحة أول ولد بالذات لها إيه؟ وقع في نفس الإنسان. فبشرته أمنا خديجة بأنها حامل. النبي عليه الصلاة والسلام يعد الأيام بقى والليالي لحد ما إيه مرت 9 أشهر، وولدت أمنا خديجة أول ولد للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ القاسم. وكان به يكن النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له إيه؟ كان يقول له يا أبا القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد كده تتابعت الذرية. سيدنا ابن عباس يا جماعة بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم بيذكر لينا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه. بيقول إن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من الطاهرة خديجة. أنتم عارفين كل أولاد النبي وكل بنات النبي كانوا من خديجة إلا واحد بس اللي هو إبراهيم كان من ماريا القبطية رضي الله عنها وارضاها. فسيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول ولدت أمنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين و4 نسوة. مين الغلامين؟ اللي هم القاسم وعبد الله. ومين البنات أو نساء؟ فاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. أما إبراهيم فهو من ماريا القبطية. مات كلهم جميعا في صغرهم. الأولاد أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا هم صغيرين. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن رضي الله عنهن وارضاهن. فرقية وأم كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان تجوز مين؟ رقية. ماتت رقية تزوج أم كلثوم، وعلشان كده بيسمى إيه؟ بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. وزينب اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وده كان كافر وأسلم بعد ذلك. تمام. وبقيت من؟ فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهن جميعا. وكل بنات النبي ماتوا قبل النبي إلا فاطمة هي اللي عاشت وماتت بعد النبي ب6 أشهر رضي الله عنهن جميعا. المهم فضلت أمنا خديجة يا جماعة طوال 15 سنة قبل البعثة تربي أولاد النبي أعظم تربية. ومش أولاد النبي وبس، لا، كان معاها مين كمان؟ هند بن أبي هالة اللي هو ابن جوزها الأولاني، هند بن أبي هالة.
وكان معاه مين كمان بتربيه؟ اللي هو زيد بن حارثة، اللي جالها هدية من حكيم بن حزام وهي ادته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بتربي كل دولت. حد ممكن يتخيل ان واحدة تطلع النشء ده كله الا اذا كانت ام عظيمة؟ تخيلوا مطلعة مين؟ مطلعة رقية وام كلثوم وفاطمة، مطلعة علي بن ابي طالب، مطلعة القاسم وعبد الله، مطلعة يعني سبحان الله، مطلعة هند بن ابي هالة، مطلعة زيد بن حارثة، مطلعة علي بن ابي طالب. برضو علي بن ابي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول يا جماعة ثمرة من ثمرات خديجة. ما جاتش في يوم من الايام وقالت للنبي بس انا تعبت خلاص انا مش قادرة كل ده حمل، ابدا ما قالتش كده ابدا. في حين النهارده ممكن نلاقي بعض النساء زوجها ما شاء الله مخلي بيتها يعني على اعلى مستوى، يعني حتى البيت فيه غسالة فول اوتوماتيك. يبقى الراجل راجع من اخر النهار يسالها عن الاكل تقول له انا طول النهار بغسل يعني سبحان الله، يا دوب هي بتفتح الباب وتقفله مفيش اكتر من كده، ورغم ذلك تقول له ده انا طول النهار كارد حيلي في الغسيل. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. فيعني بنقول درس برضه وهمسه بهمسها في اذن كل اخت. شوفوا امنا خديجه كان لها كام ثمره، انت فين بقى الثمره بتاعتك؟ ربيتي مين؟ طلعتي مين؟ ابنك حفظ قران ولا لا؟ بنتك اتحجبت ولا لا؟ عايزين نشوف لك ثمره، عايزينك تفتخري بثمره قدمتيها لامه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. امال نبقى اخوات كده وخلاص؟ عايزين اخت بنقول هي دي الاخت فاضله طلعت جيل يباهي النبي صلى الله عليه وسلم به الامم يوم القيامه. تقولوا له يا رسول الله هم دول ولادي بقدمهم لكم على الحوض عشان نشربوا من ايدك صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم كان النبي عليه السلام كان ليه عاده كده يهجر مكه، يعني يخرج من مكه شهر رمضان ويقضيه في غار حراء، وكان يتحنث ويتعبد ويخلو ويتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، وكان ينقطع عن الناس تماما كل سنة لمدة شهر رمضان. المهم أمنا خديجة كانت بتساعده، والزوجة هي اللي بتعين، والمثل اللي احنا عارفينه وراء كل رجل عظيم امرأة. ده صحيح، الرجل لو ما كانش وراه امرأة عاقلة ما يقدرش يبلغ رسالته ولا يقدر يعمل أي إنجاز في حياته. لكن شوف أمنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتلوش في مرة أنت هتسيبني وراح فين؟ أنا ما أقدرش أقعد لوحدي، أنا ما أقدرش أفضل الفترة دي كلها كده أبدا. كانت بتعينه، هو حابب كده خلاص أنا كمان أحب كده، يروح ويخلو ويرجع ويتزود ويروح ويخلو اللي هو عايزه، المهم هو يبقى مرتاح ويعمل اللي هو عايزه رضي الله عنها وارضاها. ولذلك كل أخت بنقول لها لو زوجك داعية حاولي تقف وراه عشان يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، وكل دعوته ما تنجح كل ما تكون في ميزانك إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف أمنا خديجة بقى عند بدء الوحي وعند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها ساندت النبي صلوات ربه وسلامه عليه. حديث في البخاري ومسلم. أمنا عائشة هي اللي بتروي الحديث ده، بتقول إيه؟ بتقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. شوف الرؤيا زي ما هي بالملي تطلع. ثم حبب إليه الخلاء، إنه هو يخلو بنفسه، فكان يخلو بغار حراء يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله مرة أخرى فيتزود، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود، ثم يرجع مرة أخرى إلى الغار. في يوم من الأيام حبيبك صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام مرة واحدة، ثم غطى النبي، احتضن النبي حتى يعني كادت أضلوع النبي عليه السلام أن إيه يعني أن تختلف سبحان الله. فغطى النبي ضمه ضمة شديدة وقال اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ، فغطاه مرة ثانية وقال اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ. في المرة الثالثة ضمه مرة ثالثة أشد من الأولى والثانية وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات. فرجع النبي ترتجف بوادره ويعني في غاية الرعب والفزع. جاء النبي ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني. فلما ذهب عن النبي الروع يعني بدأ كده يفوق، فقال لخديجة والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شوف الزوجة بقى العقلة، مش بقى تقعد بقى جنبه تصرخ ولا تحت. شوفوا منها خديجة رضي الله عنها وارضاها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انت اللي زيك ما يخافش على نفسه أبدا، اوعى تخاف على نفسك. انت اللي زيك ليه صفات إذا اجتمعت في رجل لا لازم ربنا يكرمه وينصره، لا يخزى مثلك أبدا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت بإيه؟ قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يا سلام، زي ما النبي قال
صنائع المعروف تقي مصارع السوء. شوف الصفات الجميلة التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت أمنا خديجة أن هي تطمن النبي أكتر وأكتر، يعني هي طمنته بالكلمات الجميلة دي، حبت بقى تطمنه أكتر، راحت واخداه لمين؟ لابن عمها اللي هو ورقة ابن نوفل. وكان هذا الرجل تنصر في الجاهلية، فكان يقرأ الإنجيل بالعبرانية. فلما ذهبت إليه وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني هو أعمى وشيخ كبير في السن يعني، فذهب بالنبي عليه السلام إلى ابن عمها اللي هو ورقة ابن نوفل. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، يعني يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك اللي هو النبي عليه السلام. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أنت شفت إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، حكى له اللي حصل بالضبط. فقال له ورقة بن نوفل، قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس اللي هو مين؟ اللي هو جبريل عليه السلام. وكلمة الناموس معناها إيه؟ معناها صاحب سر الخير اللي هو مين؟ جبريل. قال هذا الناموس، يعني هو ده جبريل بالمواصفات اللي انت بتقولها دي، هو ده جبريل اللي ربنا نزله على سيدنا موسى عليه السلام. يا ليتني فيها، ده الكلام ده الورقة، يا ليتني فيها جزعا، يعني يا ريتني شاب صغير، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني بيقول له لو كنت شاب صغير كنت نفسي أكون معاك عشان أدافع عنك، ويا ريت أكون موجود لحد ما تنزل عليك الرسالة علشان أكون أول من آمن بك، يا ليتني معك أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ إيه ده، هم هيطردوني من مكة؟ قال أجل. قال له ورقة: أجل، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أي واحد بيجي بالحق ده اللي انت جيت بيه ده لازم الناس تعاديه. ودي رسالة للدعاء، إنهم يتحملوا المشاق والمتاعب، وأي إنسان داعية بيدعو إلى الخير لابد أن يؤذى، فتحمل. فهذه سير الأنبياء، وهذا هو طريق الأنبياء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى رجل على قدر دينه. فقال له ورقة بن نوفل، قال له: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث أن توفي ورقة، وفتر الوحي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الدروس الحلوة من الجزء ده. أول درس، شوف لما النبي عليه السلام حس بالخوف يا جماعة. أنا عايز أكلم الأخت بس كده كلمة في يعني همسة في الأذن. شوف يا أخت، لما النبي عليه السلام حس بالخوف راح لمين؟ راح لخديجة، ما راحش لواحد صاحبه، ما راحش لعمه، ما راحش لأي حد. ليه؟ لأنها ملت حياته بالسعادة، حس معاها بالطمأنينة والأمان والراحة والسعادة والسرور. فأول ما حصل أول مشكلة أو أول شيء خاف منه على طول راح إيه؟ راح رايح لزوجته رضي الله عنها وارضاها. عشان كده بقول يا أخت، حافظ على جوزك، حافظ عليه، ما تخلوش يروح لحد تاني، لأن لو ما لقاش عندك الراحة والطمأنينة والسعادة، يوم ما يحصل معاه أي حاجة من الاثنين، يا إما هيروح لصاحبه يا إما هيروح برضه لصاحبه يعني وأنت اقرأي يعني ما بين السطور. فحافظ على زوجك، ده أول درس. الدرس الثاني إن إحنا نعرف إن الطريق ده صعب جدا وشاق، وهي نفسها عرفت كده. أمنا خديجة عرفت إن الطريق صعب جدا. ليه؟ كل الناس هتعادي النبي، ومع ذلك فضلت إن هي تبقى مع النبي وتتحمل معه المشقة لتنشر الدعوة بين المسلمين وتكون سببا في نشر هذا الخير، وتربي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كانت أمنا خديجة كانت بتشوف إزاي الكفار كانوا بيعذبوا النبي وكان بيؤذوا النبي، وكانت بتصبر وتحتسب، بل كانت في نفس الوقت كانت تسلي النبي وتصبره وتمسح جراحات النبي صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم من الأيام عرفت أن النبي عليه السلام كان في حجر الكعبة كما في الصحيحين، وجاء واحد من الكفار عليهم من الله ما يستحقون، فجاءوا بسل الجزور ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له إلا فاطمة، فأزاحت سل الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بل في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا جهل عليه من الله ما يستحقه سأل أصحابه وقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني بيصلي وانتوا قاعدين وسامعينه وشايفينه؟ فقالوا له: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبتي ولا أعفرن وجهه صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، ففوجئ الناس إن أبو جهل لقوه فجأة كده بدل ما دخل على النبي عشان يؤذيه، لقوه بيرجع لورا وعمال بيشاور بيديه كأنه بيدفع أي شيء. فجاءهم وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم، إيه مالك؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم:
والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أبو جهل شاف الملائكة ويبتحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله: بينما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اتعرض لأذى شديد جدا يا جماعة، اتعرض لأذى شديد. عشان بس نعرف قدر الدين ده، النبي عليه الصلاة والسلام تحمل كل ده عشان انت تبقى مسلمة، وتحمل كل ده عشان انت تبقى مسلم. ومش هو بس، ده وأصحابه كمان. شوف الحديث الذي رواه البخاري عن خباب بن الأرت، اتعذب عذاب شديد وراح للنبي عليه السلام وبيقول له: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أمنا خديجة يا جماعة ما صبرتش بس على أذى النبي بس، لا، ما صبرتش واحتسبت الإيذاء اللي اتأذاه النبي، وما صبرتش واحتسبت الإيذاء اللي اتأذوه الصحابة، بل صبرت أيضا على إيذاء بناتها رضي الله عنهن أجمعين. أمنا خديجة بنتها رقية هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان فرارا من بطش قريش، وصبرت واحتسبت. بناتها الاثنين اتطلقوا من أولاد أبي لهب عليه من الله ما يستحقه، حب إن هو يخلي أولاده يطلقوا بنات النبي عشان يشغلوا النبي بمشكلة طلاق بناته عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يحدث ذلك بفضل الله عز وجل، لكنه كان إكراما للنبي ولبنات النبي صلوات ربه وسلامه عليه. ومع ذلك أيضا احتسبت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أمنا خديجة مثال الزوجة الوفية المخلصة، سخرت يا جماعة كل مالها ووقتها وحياتها لخدمة هذا الدين. ومن هنا البيوت بتستقر. عايزين بيوتكم تستقر، لازم الزوج والزوجة يبقى لهم هدف واحد، يبقوا أصحاب رسالة. والله لو الزوج والزوجة اهتموا بالدعوة إلى الله، اهتموا بطلب العلم، اهتموا بالدعوة إلى الله، اهتموا بهداية البشر من حولهم، والله لا يمكن يحصل أي شقاء ولا أي تعاسة ولا أي مشاكل ولا خلافات في هذا البيت أبدا، لا يمكن. هتلاقوا السعادة غمرت البيت، هدفهم واحد، هو طالب جنة وهي طالبة جنة، ربنا يجمعنا جميعا. تمر الأيام، أمنا خديجة دلوقتي عندها كم سنة يا جماعة؟ 62 سنة، ومع ذلك لسه بتبذل ولسه بتقدم ولسه بتضحي علشان خدمة دين الله عز وجل. تمر الأيام وقريش لقوا بقى أن أصحاب النبي لما نزلوا عند النجاشي في بلاد الحبشة قالوا بس خلاص ده نزلوا بقى في بلاد آمنة وخلاص واطمنوا هناك وعاشوا وانبسطوا، والنجاشي قد منعهم وحماهم، وعمر بن الخطاب أسلم وأصبح وكان رجلا ذا شكيمة، رجل قوي، فأصبح الناس يمتنعون به. وحمزة كمان أسلم، سبحان الله، فحمزة أسلم وعمر أسلم وأصحاب النبي عاشوا في أمان واطمئنان في الحبشة. فاتضايقوا بقى كفار قريش، قالوا لا، ده الإسلام بدأ بقى ينتشر بين القبائل، لازم نتفق على حاجة واحدة، إيه هي؟ على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ده أفسد علينا أبناءنا ونساءنا. المهم راحوا لقوم النبي عليه الصلاة والسلام للقبيلة بتاعت النبي وقالوا لهم خدوا مننا الدية مضاعفة، بس تسيبونا ان احنا نخلي واحد يقتله ونريح نفسنا. فأبى قومه اللي هم بنو هاشم، وانضم إليهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف. قريش عرفت النبي عليه السلام خلاص قد منعه قومه، يعني حماه قومه، فأجمعوا على ان هم يعني يعملوا مقاطعة مع بني هاشم وبني عبد المطلب. فعملوا كل دوت في كتاب وكتبوه وعلقوه على الكعبة اللي هي الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة. قالوا نقاطعهم، لا نتجوز منهم ولا يتجوزوا منا، ولا نشتري منهم ولا يشتروا منا، ولا نتعامل معهم ولا يتعاملوا معنا، وخلاص. ليه؟ بسبب ايه؟ لحد ما يسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم فنقتله. المهم فاجتمعوا على ذلك، وبدأ النبي عليه السلام يدخل شعب أبي طالب، ودخل معه عمه أبو طالب، ودخلت قبيلة بنو هاشم وبنو عبد المطلب وانحازوا، وكل الناس سواء مؤمنين أو كفار دخلوا. فالمؤمن دخل نصرة لدين الله جل وعلا، والكافر دخل حمية، يلا أنا مع القوم بتوعي، إلا واحد بس اللي هو عم النبي أبو لهب عليه من الله ما يستحقه، ده فضل قاعد مع الكفار مع مشركي قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا جماعة كانت أصعب فترة مرت على النبي ومرت على الصحابة. سبحان الله،
قعدوا 3 سنوات محبوسين في شعب أبي طالب، لدرجة ان هم وصل بيهم الجهد والتعب يا جماعة ان هم اكلوا ورق الشجر والجلود. حد يتخيل هذا؟ كانت تيجي البضائع تيجي من البلاد التانية الى مكة، يجوا اصحاب النبي يشتروا، يلاقوا كفار قريش واقفين بيقولوا ها هتبيع البضاعة دي بكام؟ مثلا ب1000 دينار، احنا نشتريها منك ب5000 دينار وما تبيعش لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التاجر مش عايز غير المكسب، فكان يبيع لكفار قريش بثمن اغلى على انه يمنع الطعام ويمنع كل دوت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الا ان كان احيانا حكيم بن حزام، لان عمته خديجه كانت محبوسه مع النبي عليه السلام جوه، كان احيانا يجيب مثلا ناقه وعليها بعض الاكل ومش عارف ايه ويسربها لمين؟ لامنا خديجه. لكن سبحان الله في يوم من الايام تعرض له ابو جهل وحب يمنعه، فاراد حكيم بن حزام ان هو يقتل او يضرب ابا جهل، فتدخل بينهما رجل اسمه أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته خديجة رضي الله عنها وارضاها. كان أبو طالب خايف جدا على النبي. شوف سبحان الله، عم النبي عليه السلام كان خايف عليه جدا. كان لما يجوا الناس يناموا بالليل يا جماعة، كان أبو طالب يقول للنبي عليه السلام إيه؟ يقول له تعالى نام مكان مثلا ولدي، أو تعالى نام مكان أنا، وأنا أنام مكانك، أو ابني ينام مكانك. ليه؟ عشان لو حد من المشركين جه يقتلك لا يقتلني أنا ويقتل ابني، إنما ما يقتلكش أنت. شوف قد ايه عمه كان بيحبه، وسبحان الله ومع ذلك مات مشركا، ولا حول ولا قوة الا بالله. عشان نعرف ان النسب لا ينفعك الا عملك الصالح، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. شوف قد ايه يعني الانسان يعمل العمل الصالح هو ده اللي ينفعه. فسبحان الله فضلوا على كده 3 سنوات. وكانوا في ايام الموسم، مواسم الحج، كان بعض المسلمين يخرجوا مع النبي يدعون الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. فضلوا على كده لحد ما ناس سعوا في قطع أو في نقد تلك الصحيفة الظالمة. رجل اسمه هشام ابن عمرو ابن ربيعة بن الحارث مشى إلى رجل اسمه مطعم بن عدي وجماعة من قريش، فكلهم وافقوا. يا جماعة ما يصحش، دول برضو قومنا ودول عشيرتنا ودي عشرة عمر ودي كذا وكذا وما يصحش الكلام ده. ففعلا كل الناس قالوا فعلا الكلام ده ما ينفعش، وراحوا عشان إيه؟ عشان يبلغوا النبي عليه السلام إن خلاص المقاطعة دي انتهت. ويوم النبي عليه السلام يخبرهم بمعجزة عظيمة جدا. المقاطعة كانت مكتوبة أو متعلقة على ستار الكعبة، فالنبي أخبرهم إن في دابة صغيرة كده اسمها الأرضة جت وكلت الصحيفة الظالمة كلها ولم تترك فيها إلا ذكر الله. وبالفعل راحوا هناك فلقوا أن الأرضة كلت كل حاجة وتركت الحتة اللي فيها ذكر الله عز وجل، فعلموا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي يا جماعة عايز أقول كلمة صغيرة. أمنا خديجة كان في الوقت ده كان ممكن تقول للنبي أنا ما أقدرش على الحصار ده، أنا واحدة عندي 62 سنة لا أتحمل هذا التعب وهذه المشقة، وكان من حقها أنها تفضل بره وتسيب النبي جوه، مش مشكلة هو رجل ويتحمل. ورغم ذلك آثرت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتألم كما يتألم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا ريت النساء تتعلم البذل والعطاء ده، يا ريت مش النساء، يا ريت الرجال يتعلموا مثل هذا البذل والعطاء الذي فعلته أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. ولذلك تأتي بقى المكافأة الربانية. أمنا خديجة طلعت بعد الحصار من هذه الصحيفة الظالمة، طلعت بعد الحصار ده في تعب وإعياء شديد ومرض شديد جدا، وأشرفت أمنا خديجة على الموت. آخر لحظات في حياة أمنا يأتيها الخير، كل الخير من عند الله عز وجل، يأتيها السلام من عند السلام جل جلاله. حديث رواه النسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت أمنا خديجة، وشوفوا فقه أمنا خديجة بقى، ما قالتش إيه وعلى الله السلام، قالت لا، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك يا رسول الله فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتموت أمنا خديجة، ومع ذلك لا يموت الوفاء في قلب النبي، لا ينساها النبي أبدا. النبي ما ينساش خديجة أبدا يا جماعة. النبي عليه السلام حزن لموتها حزن شديد جدا جدا. كانت هي الزوجة المخلصة الصابرة الوفية التي آزرته وساندته بنفسها ومالها وبكل شيء، ولذلك النبي عليه السلام أثنى عليها أشد الثناء. حديث في البخاري ومسلم يا جماعة، النبي عليه السلام بيقول إيه؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
ولذلك يا جماعة سبحان الله من الموافقات الجميلة، أحد أهل العلم بيعلق تعليق على الحديث ده تعليق لطيف جدا، بيقول من الموافقات اللطيفة اللي جمعت الثلاثة دول في نسق واحد في حديث واحد، إن كل واحدة منهن كفلت نبيا مرسلا. فآسيا ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه، ومريم كفلت عيسى وربته، وخديجة رغبت في النبي وواسته بنفسها ومالها، وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحي. ولم يتزوج النبي عليه السلام على أمنا خديجة امرأة قبلها قط أبدا، بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها. الحديث رواه مسلم، أمنا عائشة بتقول إيه؟ لم يتزوج النبي على خديجة حتى ماتت. ومن الدلائل الرائعة بقى على وفاء النبي لأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، يعني حاجة وقعة غريبة جدا في غزوة بدر. يا جماعة تعرفين بنت النبي اللي هي زينب كانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص بن ربيع. أبو العاص بن ربيع ده كان صهر النبي. فالمهم فضل على كفره، وفضلت زينب على إسلامها. زينب أسلمت وهو إيه ما زال كافرا، فالفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. المهم أسر هذا الرجل في غزوة بدر، فأرسلت زينب، طبعا كل واحد بيبعت ايه؟ بيبعت فداء يعني ايه للاسير ده عشان ايه؟ ياخده، تمام؟ فزينب بنت النبي عليه السلام ارسلت قلادة لها لتفدي ابا العاص ابن الربيع. القلادة دي بتاعت ايه؟ العقد ده كان بتاع ايه؟ كانت امنا خديجة قدمته لها في ليلة دخلتها، في ليلة زفافها. فلما رأى النبي القلادة بكى النبي ورق له رقة شديدة، وافتكر بقى بالعقد ده بقى ذكريات أمنا خديجة وهي بتزف بنتها زينب رضي الله عنها وارضاها. فقال النبي لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، اللي هو جوزها اللي هو أبو العاص بن ربيع، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا براحتكم، مش هقول لكم حاجة. فما كان من أصحاب النبي عليه السلام إلا أن سارعوا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقوا سراح أبا العاص ابن ربيع. وهو بعد كده فعلا راح رجع التجارة لقريش ورجع أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا الوفاء، النبي عليه السلام مش ناسي القلادة بتاعت خديجة، مع انه فات سنوات طويلة جدا على موت امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وده الوفاء اللي احنا عايزين كل زوج يتعلمه من ناحية زوجته. لو زوجتك ماتت، لو زوجتك حتى طلقت، لا تنسى الوفاء بينك وبينها ابدا، ولا بد ان تكون الذكريات اللي ما بينكم ذكريات كلها تحمل الود. المهم يشاء المولى عز وجل ان امنا عائشة ما كانتش بتغير من حد قد غيرتها من امنا خديجة، مع ان خديجة ماتت، وده من لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة امنا خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة. فكانت امنا عائشة بتشعر بشيء من الغيرة او من الغيرة لكثرة ثناء النبي على امنا خديجة. في الحديث رواه مسلم امنا عائشة بتقول ايه؟ بتقول: ما غرت على نساء النبي الا على خديجة، واني لم ادركها، انا عمري ما شفتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. مش قادر ينسى أبدا حتى أصدقاء خديجة، زي ما قال القائل: حبيب وحبيبي حبيبي، وعدو وحبيبي عدوي. سبحان الله. فهو برضو كل أصدقاء خديجة لهم ذكرياتهم في نفس النبي عليه السلام، فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت عائشة: فأغضبته يوما فقلت: خديجة يعني ما فيش غيرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. يا سلام، ده النبي كان بيعتبر حبه لأمنا خديجة رزق ربنا ساقه إليه. حديث تاني جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن عن أمنا عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني إيه؟ يعني واحدة أسنانها وقعت واللسة بتاعتها محمرة، خد بالك، يعني حمار وحلاوة. فإيه؟ فبتقول: ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: أبدلني الله خيرا منها، كأنه يتعجب. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، يعني ربنا ما أبدلنيش خيرا منها أبدا. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الأولاد وحرمني أولاد الناس. بل وفي حديث آخر حسنه الحافظ في الإصابة عن عبد الله البهي قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ذكرها أبدا ولا من ثنائها عليها. سبحان الله. تقول أول ما يفتح بس سيرة خديجة يفضل يتكلم صلى الله عليه وسلم، وده من حبه ليها ووفائه ليها صلى الله عليه وسلم. لم يكد يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. دي كانت كبيرة وأنا لسه صغيرة. فقالت أمنا عائشة: فرأيته غضبا شديدا، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني الليلة لم أعد أذكرها بسوء أبدا. قالت: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلت؟ إيه اللي انت قلتيه؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا كاملا.
بقى شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم رايح يقول لها الكلمتين دول ورجع يقول لها الكلمتين دول عشان يعرفها قدر خديجة ووفائه لخديجة رضي الله عنها وارضاها. واختم بهذا الحديث، حديث عند أحمد أيضا بإسناد حسن. جاء في يوم من الأيام امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صويحبات خديجة رضي الله عنها، فأحسن النبي لقاءها وأجلسها ووضع لها الفراش، فجلست المرأة وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يسألها عن أحوالها. فلما انصرفت قالت عائشة: يا رسول الله لقد أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال، يعني إيه اللي خليك تعمل ده كله؟ فقال: إنها كانت تدخل على خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يا سلام، رحمة الله على أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. والله يا جماعة الواحد وهو بيحضر درس أمنا خديجة تحسوا فعلا فيها بالأم، تحسوا كده فيها بالرحمة بالحنان بالمودة بالوفاء، تحسوا إنها زوجة وأم وحبيبة وصديقة، تحسوا فيها بكل معاني الجمال، كل معاني الوفاء، كل معاني الطيبة، كل معاني الصدق، كل المعاني الحلوة تحس انها اجتمعت في أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. بنقدم أول درس النهاردة قصة أمنا خديجة، بنقول هذا الدرس نقدمه في باقة عطرة كقدوة لكل أخت من أخواتنا، بنقدمه قدوة لأمهاتنا والأخواتنا والبناتنا والأزواجنا، بنقول لهم يا جماعة يا جماعة دي أمكم، فياريت تتأسوا بأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. ولذلك أنا عايز أقول كلمة أخيرة ويا ريت نسمعها كويس. مش معقولة تكون أمك خديجة وأنت مش محجبة، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وانت ما بتصليش، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وانت ما بتبرش أمك وأبوك، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وانت ما بتحسنيش إلى اليتامى، وانت ما بتعامليش الناس معاملة كويسة، وانت ما بتكونيش صادقة، وانت ما بتكونيش وفية. عايزين نتعلم كل الحاجات ديت من أمنا خديجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا مع أم تانية من أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى